بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده كده معانا صينية كنافة حلوة قوي قوي بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة ومش مكلفة. تعالوا نشوف الجمال مع بعض، وشايفين الصوص بتاعنا او القشطة بتاعتنا طالعة عاملة ازاي. يلا نقول بسم الله. طبعا هنا معانا نص كيلو من الكنافة، كان في الفريزر اصلا، وبنطلعه بنعمه كويس قوي قوي زي ما احنا شايفين مع بعض. شايفين الحلاوة والجمال. تعالوا بقى، احنا قطعنا الكنافة سايبينها على جنب. تعالوا نعمل الشربات. الشربات معايا مقدار، هنشوف هنحط اول كوباية. احنا حطينا كوباية بس من المية، ودي تاني كوباية. طبعا احنا مش هندوبهم، احنا هنحطهم على البوتاجاز لما يغلوا، بعد كده ندوبهم. طبعا حطينا كمان شوية عشان مش هنحط في في الصوص اللي معانا. طبعا حطيناه كده، رفعناه على البوتاجاز، مش هدوبهم الا لما يغلوا. تعالوا بقى نعمل الكريمة مع بعض، يلا بينا. طبعا هنا جبنا 3 كوبايات من اللبن، 3 كوبايات بالظبط من اللبن. هنحط بقى الليمونة، وادينا له تقليبة للشربات، وادينا له تقليبة. هنسيبه بقى و5 دقايق ونطفي عليه. طبعا رجعنا تاني، جبنا 3 كوبايات لبن. هنحط ادي 1، ادي 2، 3 ونص، 3 معالق ونص لل3 كوبايات، وهندوبهم. بندوبه على البارد، بندوب الخليط على البارد. وكمان حطينا ادي معلقة و2 معلقتين ونص من الدقيق، معلقتين ونص من الدقيق، طبعا منخولين. هدوبهم كل ده، هدوبه النشا الاول. حطينا 3 معالق ونص ومعلقتين ونص من الدقيق، ونخلنا الدقيق وهحطه كده وادوبه. كل ده هيتدوب على البارد. طريقة سهلة وبسيطة. عايزة تحط سكر انت وراحتك، يعني احنا هنا هنحط معلقتين بس سكر. معلقتين ونص. طبعا معانا شيفتنا الجميلة الدكتورة آية، هي اللي بتعمل لنا احلى صينية كنافة بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. هدوبه على البارد وبعدين هرفعه على البوتاجاز. طبعا وانا برفعه على البوتاجاز دايما ايدي فيه، زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ايدك دايما في قلب عشان ما يتكتلش منك ويعمل كتل. لا، انا عايزاه سايح كده، كريمة سايحة. طريقة حلوة وسهلة. شايفين الجمال كده. خلاص انا كده طفيت البوتاجاز. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي كده. طفيت البوتاجاز وهركنه بقى على جنب. طبعا الكنافة بتاعتنا حطينا عليها معلقتين من السكر، وهنحط كمان نص كوباية من السمنة. هشوفها لما هتحتاج تاني هعمل لها. هي تقريبا خدت مني كوباية سمنة. عايزة بقى تخلطيها زبدة على سمنة ماشي، عايزة تحطيها زيت على سمنة زي انت وراحتك، إيه اللي يعجبك. هبتدي بقى ان انا اعملها كده مع بعضها، وهلاقيها ان هي تحتاج سمنة. هبتدي ان انا احط لها تاني سمنة. احنا هنا استعملنا سمنة بس. طريقة حلوة وسهلة وبسيطة
ومش مكلفة، وهتقدري تعملي احلى حلويات لولادك بطريقة حلوة قوي. هفضل بقى افرك فيها كده لما لغاية السمنة معايا ما تختفي وتتشرب معايا، توصل للنتيجة دي. هجيب بقى معلقة سمنة وابتدي ان انا ادهن الصينية بتاعتي. الصينية بتاعتي مقاس 25 او 24، هتاخد منك النص كيلو. دهن الصينية بتاعتنا بالسمنة او بالزبدة انت وراحتك. غلف كمان الحواف بتاعتها. زي ما احنا شايفين مع بعض. هبتدي بقى ارص الكنافة بتاعتي. الطبقة الاولانية اتمنى ان الطريقة تكون عجبتكم وتجربوها. تصدقوني هتلاقوا طعمها حلو قوي، بطريقة سهلة وبسيطة، مش مكلفة ولا متعبة، وتحضريها في وقت قياسي كمان. تنفع معاكي بقى في رمضان والعزومات زي ما انت عايزة. شايفين الجمال؟ هبتدي بقى ان انا اطبطب عليها كده، ان انا اكبسها. عايزة بقى تعمليها بايدك انت وراحتك، عايزة تعمليها بطبق انت وراحتك. زي ما احنا شايفين الحتت بقى الفاضية تبتدي ان انت تحطيها. الحتة اللي هتلاقيها رقيقة معاكي تبتدي ان انت تزودي، وفي نفس الوقت ان انت تعملي حواف كده في الجناب عشان الكريمة ما تطلعش منك او تتحرق منك في قلب الصينية. وتسلم ايد شفتنا الجميلة، احلى دكتورة في الدنيا. شايفين الحلاوة والجمال والطعم بقى يا جماعة اكتر من رائع. طبعا الكريمة شايفين القوام بتاعها عامل ازاي، حلوة قوي. هحطها بقى، هنزل بيها كده على الكنافة. جايبها لكم من الالف للياء يا جماعة. شايفين الصوص؟ الله على الجمال، الله على القشطة يا جماعة. ابتدي بقى ان انا اوزعها كده بالسباتولا او بالمعلقة زي ما احنا متعودين مع بعض. طريقتنا سهلة وبسيطة ومفيش فيها اي افتكاسات. هبتدي بقى ان انا احط الطبقة التانية. طبعا شايفين ان انا سايبة مساحة ما بينها وما بين الاطراف عشان لما تسيح تبقى واخدة وضعها، ما تسحش مني وتنزل في قاع الصينية. ابتدي بقى ان انا احط الباقي معايا من الكنافة بطريقة سهلة وحلوة قوي. بغطي كل الكريمة اللي معايا. انا مش مسرعه الفيديو ولا حاجه، لا انا مبطئاه عشان نشوف كل حاجه معانا مع بعض، او نشوف كل حاجه. مش مسرعاه، لا انا مبطئاه خالص وسايبه الكاميرا تشتغل براحتها. هبتدي بقى ان انا اساوي كل الاطراف. نركز بقى في الجناب قوي، ولو حاجه باينه معاكي ابتدي ان انت حطي في الحتت اللي بتبقى باينه معاكي. خلاص كده كده خلاص. شايفين بقى؟ همسح بقى الدواير زي ما احنا شايفين كده مع بعض،
وهحطها في الفرن في الرف اللي في الوسط ودرجة حرارة 180. ودايما نشوف الفرن بتاعنا. طبعا هنا الشربات بتاعي كان بارد تماما، الشربات يكون بارد. هي بتطلع من الفرن ما بتاخدش تلت ساعة بتكون خرجت من الفرن، وبنسقيها بالشربات. لازم الشربات يتعمل الاول عشان الشربات يبقى بارد ما يبقاش سخن. الكنافة بتبقى سخنة والشربات بارد. هبتدي بقى ان انا اسقيها كده بالشربات زي ما احنا شايفين مع بعض. شايفين اللون بتاعها حلو ازاي؟ الله على الجمال. تسلم ايدك يا شفتنا يا جميلة. الله على الحلاوة. طبعا دي كريمة طالعة، فبنبتدي نشيلها عشان نشوف شكل الصينية بتاعتنا عامل ازاي. والله على الجمال والحلاوة بجد. شايفين بتتهز ازاي؟ هغطيها بقى واسيبها شوية عشان ان احنا نقطعها. جينا بقى للحظة الحاسمة ان احنا قطعناها. تعالوا بقى نشيل قطعة كده منها زي ما احنا متعودين مع بعض. ما احنا لازم ندوق بقى. شايفين الجمال واللون بتاعها جميل جدا جدا جدا، فاخر من الاخر يا جماعة. الله على الجمال. شايفين الحلاوة؟ الله بجد. شايفين الصوص بتاعها عامل ازاي؟ والقطعة طالعة بالقطعة بتاعتها. الله بجد. وطعمها وريحتها خطيرة خطيرة بجد. انا عايزاكم بس ايه ان احنا نقرب الكاميرا ونشوف الجمال والكريمة عاملة فيها ايه. الله يا جماعة الله. تسلم ايدك يا شفتنا يا جميلة. شايفين بقى الحلاوة؟ اتمنى تجربوها بالطريقة دي والجمال ده، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جاي.